السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في فيديو النهارده هنتعلم ازاي نسأل حد عن تاريخ عيد ميلاده، وازاي كمان لو حد سألنا نجاوب على السؤال ده. عنوان درس النهارده اسمه سي كون تون انيفرسير. سي كون تون انيفرسير. هنا كون دي أداة استفهام بمعنى متى، تون انيفرسير عيد ميلادك، يبقى تون انيفرسير عيد ميلادك. يبقى لما اسال حد واقول له سي كون تون انيفرسير يعني امتى عيد ميلادك، يبقى سي كون تون انيفرسير. يبقى احنا في الدرس ده زي ما احنا قلنا هنتعلم ازاي دير لا دات دانيفرسير، نقول تاريخ عيد الميلاد. طيب احنا هنا عشان نقول صح تاريخ عيد الميلاد لازم اول حاجه نتعرف على les mois de l'année. les mois de l'année يعني اشهر السنه. les mois de l'année يعني اشهر السنه. طيب نسمع. Leçon 2. C'est quand ton anniversaire? Activité AB. Écoute pour vérifier. 1, Janvier, 2, février, 3, mars, 4, avril, 5, mai, 6, juin, 7, juillet, 8, août, 9, septembre, 10, octobre, 11, novembre, 12, décembre. هنا يا جماعه احنا سمعنا les 12 mois de l'année او les mois de l'année اشهر السنه. يبقى هنا هم بترتيب janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. طيب يبقى دول اشهر السنه، لازم نحفظهم كويس جدا جدا جدا. طيب بعد كده هنشوف بقى حاجه متعلقه باشهر السنه. هناك في فرنسا يا جماعه كل شهر من اشهر السنه مرتبط بمناسبه معينه. اول شهر احنا قلنا اللي هو شهر واحد اسمه جانفيي. جانفيي يبقى اسمه ايه يا جماعه؟ جانفيي. طيب شهر جانفيي ده واحد مرتبط بايه؟ في الشهر ده يا جماعه بيعملوا حاجه اسمها لا جاليت دو روا. لا جاليت دو روا زي كده، زي فطيره. في داخل هذه الفطيره بيحطوا زي فوله وبيقطعوها، يبقوا عاملين زي حفله في معازيم كده، بيوزعوا عليهم الفطير ده او القطع دي، واللي بالصدفه تقع الفوله من نصيبه، يعني هو بياكل الفطائر الفوله ده، بيتوج هذا اليوم ويلبس تاج ويعتبروه ملك. اليوم ده هو يعامل كملك بالظبط، يختار وظيفه وولي العهد وهكذا، يعني كانه ملك بالظبط في هذا اليوم. دي اسمها لا جاليت دو روا. لا جاليت دو روا. يبقى ده بيبقى مرتبط بشهر ايه يا جماعه؟ بشهر جانفيي. شهر ايه؟ جانفيي اللي هو شهر ايه؟ واحد. يبقى انا اول ما الاقي الصوره دي يبقى اعرف ان ده شهر ايه؟ جانفيي. جانفيي. طيب الشهر اللي بعد كده فيفريي. فيفريي. فيفريي اللي هو شهر فبراير. طيب الشهر ده مرتبط بايه عند الفرنسيين؟ مرتبط بعيد ديني اللي هو ظهور سيدنا المسيح عليه السلام. هما دايما في الوقت ده بيعملوا ايه؟ بياكلوا كريب. بياكلوا ايه؟ كريب. يعني دايما لما تلاقي صوره كده وهم بياكلوا كريب يبقى دي ليها علاقه بالشهر الثاني اللي هو فيفريي، اللي هو ايه؟ فيفريي. طيب الشهر اللي بعد كده يا جماعه اللي هو مارس. 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 الشهر ده بيبقى في فرنسا في احتفال، وفي اغلب الدول في العالم حاجه اسمه لو كارنفال. بيبقى عنده كده زي احتفالات كارنفالات كده،
الكرنفال ده الناس بيرتدوا فيه أقنعة، ماسكات كده وأقنعة، وبيبقى فيه احتفالات وهكذا. دي في كبرى المدن في العالم. يبقى أول ما ألاقي دايما الماسك ده والناس لابسة ماسك، يبقى ده له علاقة بشهر إيه؟ مارس، شهر إيه؟ مارس. طيب بعد كده أفريل، 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 شهر أبريل. طبعا الشهر ده يا جماعة مرتبط بحاجة هناك في فرنسا اسمها بواسون دافريل. بواسون دافريل اللي هي كدبة أبريل، كدبة أبريل. ده يعتبر يعني الفترة دي بتبقى شهر بتبقى فترة النكات والضحك والهزار. والناس بتعمل ايه بقى؟ بتعمل سمكة من الورق او الكرتون وبتعلقها في ظهر اي حد من ايه؟ من زمايلهم من غير ما ياخد باله. دي اسمها بواسون دافريل اللي هي كدبة ابريل، كدبة ايه؟ ابريل. يبقى احنا دلوقتي اول ما الاقي سمكة يبقى دي ليها علاقة بشهر ايه يا جماعة؟ افريل، افريل. طيب الشهر اللي بعد كده مي، مي، مي اللي هو شهر مايو. ده ليه مرتبط بحاجة في العالم كله بقى يا جماعة، اللي هو عيد العمال، عيد العمال. في ده دايما بيبقى في أول مايو، والناس دايما بتحتفل بالعمال وبالإنجازات اللي هم عملوها طوال هذا العام. وده دايما تلاقي الصورة بتاعته دايما جايب نباتات خضراء كناية عن العطاء اللي بيعطيه العامل. يبقى ده شهر ايه يا جماعة؟ مي، مي. طيب نيجي الشهر اللي بعد كده جوان، جوان، جوان. جوان يا جماعة ده شهر اللي هو احنا عندنا بنقول عليه يونيو. ده في فرنسا بيحتفلوا بحاجة اسمها لا فيت دو لا ميوزيك، لا فيت دو لا ميوزيك، ده اسمه عيد الموسيقى. يبقى في فرنسا في الشهر ده شهر جوان بيحتفلوا ايه؟ لا فيت دو لا ميوزيك. لذلك دايما تلاقي فيه احتفالات صاخبة وحفلات موسيقية في الشوارع وفي كل مكان. ده بيبقى في شهر ايه يا جماعة؟ جوان، جوان. بعد كده شهر جويي، جويي، شهر 7 جويي. هنا ده طبعا في الشهر ده بيحتفلوا بالعيد القومي لفرنسا. ده زي عندنا في مصر هنا في العيد القومي، زي مثلا محافظة المنيا ليها عيد قومي بتاعها. هناك في فرنسا بيحتفلوا بالعيد القومي في شهر جويي، جويي. طبعا اثناء العيد الاحتفال ده بيبقى فيه الالعاب الناريه في فرنسا، في سماء فرنسا بتبقى فيه احتفالات في كل مكان. ده بيبقى في شهر جويي اللي هو شهر 7 جويي. طيب بعد كده اوت، اوت، اوت اللي هو شهر اغسطس. ده طبعا دايما الناس بتروح ايه؟ المصيف، الناس بتروح البحر. اول ما تلاقي صوره ناس في البحر على المصيف، في المصيف، يبقى ده على طول شهر ايه؟ اوت، اوت. طيب الشهر بعد كده سبتمبر، سبتمبر، سبتمبر. الشهر ده الناس بترجع بالغونتري سكولير، العودة المدرسية. دايما الطلبة يبدأوا بقى اللبس المدرسة والشنط وكده. يبقى ده على طول أول ما أشوف الطلبة رايحة المدرسة يبقى ده شهر إيه؟ سبتمبر، سبتمبر. طيب بعد كده أكتوبر، 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 شهر أكتوبر. طب شهر أكتوبر ده في فرنسا بيمتاز بايه؟ الخريف يا جماعه، الخريف. يعني ايه الخريف؟ تلاقي دايما الجو الورق بتاع الشجر دايما لونه بدا يبقى اصفر ومائل للحمره او احمر وبدا يقع. يبقى ده كنايه عن ايه؟ الخريف، كنايه عن موسم الخريف. يبقى ده في شهر ايه؟ اكتوبر، اكتوبر. طيب بعد كده شهر نوفمبر، نوفمبر، نوفمبر. شهر نوفمبر يا جماعه هناك بيبدا بقى التلج بقى يتساقط. يبقى دايما تلاقي الجو ساقع جدا كده والتلج بدا يتساقط هناك في ايه؟ في فرنسا. يبقى اول ما اشوف صوره زي كده التلج بينزل وواحد سقعان كده يبقى ده ايه؟ شهر ايه؟ نوفمبر. يبقى ايه؟ نوفمبر. اخر شهر اللي هو ديسمبر، ديسمبر، ديسمبر. في الشهر ده يا جماعه ده بيبقى ايه؟ طبعا الاحتفالات بقى في بابا نويل والكريسماس وكده والاعياد دي بتبقى هناك في اوروبا بتبقى 25/12، 25 ايه؟ 12. يبقى اول ما الاقي بابا نويل وكده يبقى ده شهر ايه؟ ديسمبر. طيب يبقى احنا دلوقتي يا جماعه لازم ناخد بالنا ان كل شهر من شهور السنه في فرنسا مرتبطه بمناسبات معينه، مرتبطه بايه؟ بمناسبات معينه. طيب بعد كده هنا جايب لي تمرين بيقول لي ايه؟ ريجارد، شوف ايه؟ رانج، رانج معناها رتب لموا دو لاني، اشهر السنه
dans l'ordre في الترتيب الطبيعي. طبعا لو انا هطلب منك انك ترتبهم طبيعي اول شهر هيبقى ايه؟ صح، ايوه، هيبقى شهر ايه؟ جانفيي. شهر ايه؟ جانفيي. احنا قلنا شهر جانفيي بيمتاز بايه؟ بلا جاليت دو روا اللي هو الجاتو او الفطيره اللي فيها ايه؟ الفوله. لا جاليت دو روا ده شهر ايه؟ جانفيي. طيب الشهر اللي بعده، ايوه تمام، فيفريي. فيفريي احنا قلنا ده بيمتاز بايه؟ بيمتاز باكل الايه؟ الكريب. طيب الشهر اللي بعده، تري بيان، تري بيان، مارس. احنا قلنا في شهر مارس ده بيبقى فيه ايه؟ لو كارنفال. لو ايه كارنفال؟ الناس بتبتدي ايه؟ ماسكات وتحتفل في الشوارع. طيب الشهر اللي بعده، افريل. تري بيان، افريل. طب افريل بيمتاز بايه يا جماعه؟ في بواسون دافريل اللي هي كلبة ابريل، اللي هي عباره عن سمكه مصنوعه من ايه؟ الورق او الكرتون، وبتتعلق في ظهر اي حد كده ايه؟ كنوع من انواع الهزار معاه. طيب الشهر اللي بعده، مي. مي، تري بيان. طب احنا مي ده قلنا ايه المناسبه بتاعته؟ ايوه، لا فيت دو ترافاي اللي هو عيد العمل او عيد العمال، عيد الايه؟ العمال. طب الشهر اللي بعده، تري بيان، جوان. جوان اللي هو ايه؟ لا فيت دو لا ميوزيك اللي هو عيد الموسيقى، عيد الايه؟ الموسيقى. طيب الشهر اللي بعده، صح، جويي. جويي اللي هو شهر 7. طب ده في ايه هناك في فرنسا؟ ايوه، لا فيت ناسيونال العيد القومي، عشان كده تلاقي فيه ايه؟ اللي هو العاب ناريه في السماء. طيب الشهر اللي بعده، تري بيان، اوت. طب ده بيمتاز بايه اوت؟ الناس بتروح المصيف. طب اللي بعده، سبتمبر. طب سبتمبر الناس بتعمل فيه ايه؟ ايوه، لا رونتري سكولير العوده المدرسيه، الناس بترجع للمدرسه. طيب الشهر اللي بعده، اكتوبر. طب احنا قلنا شهر اكتوبر ده بيمتاز بايه؟ ان ده لوتون. لوتون يعني الخريف. ايه اللي بيحصل في الخريف؟ ورق الشجر بيبقى لونه اصفر وبيبدا ايه؟ يتساقط. طيب الشهر اللي بعده، نوفمبر. نوفمبر. طب شهر نوفمبر ايه اللي فيه بقى؟ ده بيبقى التلج بقى، الجو بيبقى ساقع جدا والسلوك بتبدا ايه؟ تتساقط بكثره. اخر حاجه اللي هو ايه؟ ايوه، ديسمبر. ديسمبر. طب الشهر ده ايه اللي بيحصل فيه؟ ده بيبقى فيه طبعا احتفالات الكريسماس وكده ايه؟ بيبقى دايما ايه؟ في بابا نويل. ده في اوروبا بيبقى يوم 25 ديسمبر اللي هو عيد الميلاد، هناك بيبقى 25 ديسمبر، لكن عندنا احنا هنا في مصر بيبقى 7 يناير. طيب بعد كده يا جماعه في حاجه مهمه بقى لازم نعرفها. انا بور ديموندي لا دات دانيفرسير، انا عشان اسال حد عن تاريخ ميلاده بقول له ايه؟ او عن عيد ميلاده بقول له ايه؟ بقول له كده سي كون تون انيفرسير. سي كون تون انيفرسير. يبقى سي كون تون انيفرسير يعني امتى عيد ميلادك؟ يبقى سي كون تون انيفرسير. طيب لما حد يجي يجاوب على السؤال ده ركزوا دي عشان دي حاجه مهمه جدا، انا مش بجاوبه خلاص، لا، في طريقه معينه بستخدمها عشان اجاوب على السؤال ده. بقول ايه؟ باخد من السؤال في الاجابه بقول له كده سي لو. يبقى انا بعمل ايه هنا؟ بقول كده سي لو، انه لو لازم احط لو بعديها بحط حاجه اللي هو لو جور. يعني ايه لو جور؟ اليوم اللي اتولدت فيه. يعني اتولدت اليوم الاول، الثاني، الثالث، ال30، ال31 في الشهر زي ما يكون. طيب بعد اليوم بعمل ايه؟ بحط لو موا. لو موا اللي هو الشهر. لو موا اللي هو ايه؟ الشهر. اتولدت هل في جانفيي ولا فيفريي ولا مارس ولا افريل ولا ماي ولا جوان ولا جويي ولا اوت ولا سبتمبر ولا اكتوبر ولا نوفمبر ولا ديسمبر. يبقى انا كده عايز اسال حد اقول له انت امتى عيد ميلادك؟ بقول له امتى عيد ميلادك؟ بقول له كده سي كون تون انيفرسير. سي كون تون انيفرسير. احنا قلنا كون يعني متى، تون انيفرسير عيد ميلادك. طب لما اجاوب هقول كده سي لو واكتب اليوم اللي اتولدت فيه، وتاني حاجه الشهر اللي اتولدت فيه. يعني كده مثلا ممكن اقول كده سي لو 1 مارس. يعني لو واحد اتولد في اول يوم، ركزوا في الحته دي يا جماعه، لو واحد اتولد في اول يوم في الشهر ما ينفعش اكتب ما ينفعش اكتب واحد كده بالارقام، لا، بكتب كده لو بروميي. بروميي يعني زي فيرست في الانجليش، يبقى لو بروميي. لو بروميي يعني الاول من مارس، واكتب ايه؟ الشهر اللي هو ايه؟ مارس. طيب مثلا واحد تاني ممكن يقول سي لو 5 جانفيي. سي لو 5 جانفيي 5 يناير. واحد تاني ممكن يقول مثلا سي لو 7 افريل. يعني اهم شيء الترتيب، ان انا بقول الاول سي لو وبعدين اليوم وبعدين الشهر. طيب
هنا بقى في تمرين بيقول لك ايه؟ écoute، اسمع لو ديالوج، المحادثه، ريكوبي، انسخ، اعد نسخ، لي دات، التواريخ، اي ريبون او كيستيون، وجاوب على الاسئله. احنا ايه المطلوب مننا في التمرين ده؟ احنا دلوقتي المطلوب مننا نعرف تاريخ عيد ميلاد كل افراد عائله لوك لوغران. يعني احنا هنسمع وهنكتب التاريخ اللي اتقال. يعني اول حاجه مثلا هنا مسيو لوغران، لوك لوغران، احنا عايزين نكتب تاريخ عيد ميلاده امتى؟ يبقى هقول كده سي لو، نسمع ونشوف، نسمع ونشوف. Activité 2. Écoute le dialogue. Recopie les dates et réponds aux questions. Papa, c'est quand ton anniversaire? C'est le 22 octobre. Hein? C'est quand? Hein? Son anniversaire. Hein? كام؟ تاريخ ايوه عيد ميلاده؟ ايوه حد افتكر؟ ايوه تري بيان. يبقى سي لو 22 اكتوبر. يبقى سي لو 22 اكتوبر. طيب اللي بعده، احنا دلوقتي عايزين نعرف مدام لوغران كان امتى عيد ميلادها؟ سي لو، نسمع ونشوف. Et toi, maman, c'est quand ton anniversaire? Moi, c'est le 4 août. Ah, c'est quand son anniversaire? ايوه très bien, c'est le 4 août. c'est le 4 août. طيب اللي بعد كده عايزين نشوف عيد ميلاد أليس امتى؟ نسمع كده ونشوف. Alice, le 11 avril. أليس امتى يا جماعة؟ très bien, c'est le 11 avril. يبقى c'est le 11 avril. طيب اللي بعد كده ماجي، عايزين بقى نشوف امتى عيد ميلادها. ماجي. Et Maggie, le 23 décembre. ماجي ايوه très bien, c'est le 23 décembre. يبقى c'est le 23 décembre. طيب بعد كده بيسألني بيقول لي ايه بقى؟ ليو. بيقول ايه بقى في ليو؟ 1. Et Léo, c'est quand son anniversaire? Choisissez une date. هنا هو مديني الحريه، بيقول لي شوازيسي، اختار انت اون دات براحتك. انا بس هطبق القاعده. ايه القاعده؟ ان انا بقول سي لو، بكتب اليوم وبعدين الشهر، يبقى انا هختار اي دات، اي تاريخ. يبقى اقول مثلا سي لو 1 مارس، اول مارس، يبقى سي لو 1 مارس. طيب بعد كده اخر حاجه بيسالك انت بقى، ايه توا سي كون تون انيفرسير، انت ايه عيد ميلادك؟ امتى عيد ميلادك؟ 2. Et vous, c'est quand votre anniversaire? طبعا يبقى كل واحد هنا يقول عيد ميلاده زي ما هو اتولد. يعني اول حاجه لازم اقول سي لو، بعدين اليوم، بعدين الايه الشهر. مثلا moi c'est le 26 décembre. moi c'est le 26 décembre. اتمنى ان تكون اتفهمت. يبقى انا دلوقتي اهم حاجه انا لما اسال حد عن عيد ميلاده بقول له كده سي كون تون انيفرسير، سي كون تون انيفرسير. طب الاجابه عن السؤال ده بتبقى ازاي؟ بقول سي لو، بعدين اليوم، بعدين لو موا الشهر، اليوم وبعديه الشهر. طيب نفترض كان اول يوم في الشهر، ما ينفعش اكتب ان، بقول لو سي لو بروميير، سي لو بروميير، وبعدين اقول الشهر. طيب دلوقتي في اخر حاجه طبعا هنا بعض الكلمات المهمه لازم نعرفها، زي مثلا ان انيفرسير عيد ميلاد، ان انيفرسير، ان انيفرسير عيد ميلاد، ان جور يوم، ان جور يوم، ان موا شهر، ان موا شهر، اون سيزون موسم، اون سيزون موسم، اون اني سنه، اون اني سنه، كون متى، كون متى. لما اسال عن عيد الميلاد بقول كده سي كون تون انيفرسير، سي كون تون انيفرسير، سي كون تون انيفرسير. طب الاجابه بتبقى ايه بقى؟ زي ما احنا قلنا سي لو، واقول اليوم بلس الشهر. في نهايه الفيديو اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.